السلام عليكم خوتي بناتي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير مزيان. اليوم ان شاء الله غادي ننزل واحد الوصفه طلبتها مني واحد الاخت ولا بنتي ولا ما عرفت، المهم طلبتها ليا، كتبتها ليا في الفيديو ديال الطباخ اللي نزل ديال الكروتان. طلبت ليا قالت بغات شي وصفه اللي تصلح للبواصر الخارجيين، وصفه ديال البواصر. المهم انا هاد الوصفه اللي غنزل ديال البواصر الخارجيين، ماشي اللي داخل، اللي كيخرجوا لنا على برا بسبب القاط، وهو اللي كيجعل لنا ديك البصل يخرجوا. المهم اليوم غادي ندير معكم هاد الدنجال راه زوين زعما من داكشي اللي بواصل بالتجربه مجرب. هذا غادي نشويه فوق البوطه، ولا اللي عنده الفحم يديروا على الفحم. انا حاليا ما كاينش الفحم، نديرو غير على الغاز. غادي نشويه على الغاز وصافي في هذا الفرن على الغاز، تشوي ان شاء الله حتى تحرق وتشوط، ماشي من الجلده. حنا بغينا الداخل ديالها يتحرق، حنا باغيين الدواء اللي عندها داخل وغنخدموا به ان شاء الله. بقاو معايا، غادي ندير هاد الشوا حتى طيب. هي كتاخذ شويه ديال الوقت يعني. هذا اصلا حنا الا بغيناه نديروه زعلوك ولا شلاضه راه كنشويوه، كيجي احسن من المسلوق. المهم راه كنديرو بحال هكا كيتشوى. بالنسبه للزعلوك راه ما كيديش الوقت، اما بالنسبه الا بغيناه الدواء غيدير شويه ديال الوقت. يعني الواحد يحطو يتشوى فوق البوطه ولا يديرو في الفحم ويخليه حتى تحرق وتشوط. انا غادي نوريها لكم كيفاش غادي تكون تشوى ان شاء الله، ونرجعوا لكم باش ما نطولوش عليكم الفيديو، ونقول لكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليه. من بعد ما شويناه كيشتو درناه فوق الفرن وشويناه، هو اللي عنده الفحم يديرو على الفحم ماشي مشكل. ولا الدنجال الا كان غليظ نشدو الدنجال ونقطعوه شرائح بحال هكا، بحال غادي يتقلاو ولا شي حاجه، وندخلوه الفران يتحرق. ندخلوه الفران اللي ما بغاش كاع يديرو فوق البوطه ولا شي، حيت هو شويه كيوسخ الفرن. نديرو في الفران حتى يتحرق. والحاجه عاوتاني اللي غادي نوصيكم عليها وهو الدنجال. ملي نبغيو ناخذ الدنجال، ناخذ ديك الدنجال الثقيل، ماشي اللي كنهزو الدنجال كتكون كبيره وهي خفيفه، لا. ملي بغيناه للدواء نهزو الدنجال هو ثقيل. حنا حاجتنا يكون فيه ديك الزريعه، كيكون ديك الزريعه اللي كتكون فيه هي اللي حاجتنا بها للدواء. كيكون حار، هذاك هو اللي زوين للدواء. اما اللي خفيف كنديروه للماكله باش ما كيجيناش مر. اما الدواء لا، الدواء نهزو الدنجال نلقاوها ثقيله، ولو صغيره كتكون ثقيله. هي باش كنعرفوا بلي راه ثقيل منها الزريعه، كاين الزريعه فيها هي اللي زوينه للدواء. من بعد ما صوبناهم، دابا غادي ندوزو غادي نطحنوهم، نوريكم الطريقه كيفاش غندير ليهم. انا غادي نديرهم في هذا غندوزوهم فيه. شتي كيف تحرقوا. شوف واش هذا يطحن. من بعد ما طحنوا لينا هكا، يعني بلا ما نحتاجو حتى ندوزوهم في هذا، بلا ما نحتاجو ندوزوهم، ولاو بحال الفحم. وداك البصل البواسير كيخرجوا حتى الله يحسن الوالد. داك العيال اللي كيمشيو حتى هما يولدوا كيبقاو يقول لهم زحموا هي باقا زعما ما فيهمش، هما كيخرجوا البواسير بحال هكاك. والقبط حتى هو كيدير حاله، حتى هو دغيا اللي عنده القبط دائما راه كيخرجوا ليه، كيتنفخوا على برا. دابا غادي نديرهم في هذا الحك هذا ديال البلاستيك. هذا طحنو مزيان، ما نحتاجش نديرهم لا صفاي لا والو، ما نحتاجش نصفيهم. ومني الانسان يكون مريض بهم، الواحد يحيد عليه الحار، يحيد البزار، يحيد سكينجبر حتى هو شويه حار، يحيدو من الطياب الانسان يبرى.
والعطريه اصلا خصنا نقصوا منها، العطريه كلها خصنا نقصوا منها، يعني غير القياس وصافي. دابا عندنا زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون غادي نشدوه نخلطوه. حنا ما غاديش نعبروه، غير عيننا ميزاننا هكا. المهم انا درت هذا الشيء، هذا 4 ديال الكاس زيت الزيتون. هذه غنشدو نخلطوهم بحال هكا، تيتخلطوا لينا مزيان بحال هكا. هذه راه بالتجريبه، هاد الدنجل هكا للبواسير راه زوين. خلطناهم بحال هكا هكا. غادي نشدو فاصمه الا كانت ديك الفاصمه ديال العينين زوينه، ديك الضمادات ديال العينين هذوك زوينين، كيجيو دايرين زوينين. دابا حتى انا ما حضرش عندي، انا عندي غير هذه دنيس طايبه وديال الفرماسيان. هاد الفاصمه هذه غادي نشدها كيما هكا. نديروها شويه صغيره، ما تكونش كبيره بزاف باش تجي غير البلاصه. وحتى وكيخرجوا لهم لينا داك الشوافريه ديال الطاكسيات وديال الكاميو ديال الطوبيس، اي المهم شي واحد اللي كيجلس بزاف حتى هما كيخرجوا على برا. الانسان يدير هاد الشيء حتى يبغي ينعس باش يشد ليه مزيان وفي نفس الوقت يستافد منها. مع النعاس حسن الانسان يديرها بحال هكا ويخليها، ما عنده ما يجرى ليها، ما غتخسر ما والو، يخليها بحال هكا ويديرها يتبعها 3 ايام حتى 4 ايام يتبعها، وان شاء الله غير كيكون خير ان شاء الله. بحال هكا كنشدو هكا خريقه بحال هكا ونديرو نحطوها فوق منها بحال هكا وصافي، ونديروها معانا صافي ونطلعوها معانا. هادشي اللي كاين. نتمنى من الله يكون واضح وكل شيء زعما يفهمني وداكشي واضح، تكون واضحه وباينه. هانتوما كيفاش وكيجي مطحون مناضي. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، واللي مرض بالبواسير نطلبوا الله الشفاء. وهاد الطريقه هذه راه هي زوينه، راه هي معتبره للبواسير، معتبره. وان شاء الله نتلاقاو في شي حاجه اخرى ان شاء الله وتكون مفيده الانسان يستافد منها. شي حاجه نحطوها الانسان واحد يستافد منها، ما كنحطوش الحاجه غير هكاك وصافي. راه حتى كنكون مجربه الحاجه وعارفاها عاد باش كنعطيها لخوتي ولبناتي ولحباباتي. ونتمنى ان شاء الله كل شيء يبقى على خير وبخير، ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.